خوتي خواتاتي، السلام عليكم متتبعين متتبعات ديالي، كيف حالكم؟ كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. طبعا شحال هذه ما درت شي فيديو، لانني كنت المهم كانوا عندي شي شغيلات، وان شاء الله نرجع لكم بمحتوى اخر كيتعلق بالباديه، لانه وليت كنقضي الوقت ديالي، بعض الوقت ديالي في البادية. المهم، آه، بلا شك أن الكل تبع الموضوع ديال زهيرة اللي دار ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك في عدد من المنابر الإعلامية. المهم أن زهيرة لقات أيادي آمنة اللي اهتمت بها، اللي سهرات على التتبع ديال الحالة المرضية ديالها، وكنقصدو المديرة الإقليمية ديال مستشفى ابن رشد بالدار البيضاء. وطبعا كاين بعض الجمعيات اللي كتبغي ترقب على الموجة باش تشهر وباش تحصل على الدعم، كانت كتصل بالعائلة ديال زهيرة، ولكن هما ما بغاوش يعني ما بغاوش هاد الجمعيات تدخل، لأن الجمعيات معروف عليها أنها كتبغي تركب على الموجة باش تلقى الدعم وباش تبان، ومن بعد كتخلي الضحية أو الضحايا كيعوموا بوحدهم في بحرهم، وما كتبقاش تهتم بهم، وما كتبقاش تجاوبهم ملي كيتواصلوا معاها. طبعا وحنا ما كنناقشوش هاد المسألة من الشق أو من الناحية القانونية. ما دامت العائلة والزوج ديال المعنية بالأمر ما تقدموا حتى بشكاية وما بغاوش يتبعوا داكشي في المحاكم، لأنه كياخذ الوقت وما عندهم ما يديروا بهذاك الشيء كما شرحوا. وكنعرفوا بأن كثرت الروايات حول هذا الموضوع، وحتى بانت واحد السيدة اللي كانت دات زهيرة المستشفى، والحكاية وما فيها اللي صرحت بها هذه السيدة، وهي بقى يعني بنت مازال كتقرا في لافاك، وشافت زهيرة وهزاتها داتها لوبيتال. والحكاية أن الزهيرة كانت جابتها البنت الكبيرة ديالها في لاشيز غولونت وحطاتها، وكاين هناك الناس اللي كيتكلفوا بها، ماشي هي كتقبض مثلا الطيابة ولكن كاينين هذوك الطيابات اللي كيساعدوها. والحمام ماشي كان خاوي، كانوا فيه الناس. ومني سمعت هذيك البنت زهيرة كتغوت مني وصل لها الحريق في المناطق اللي كتحس بهم، ديك الساعة مشات جراتها، وما كاين لا طيابة دسات السطال كي يعمر ولا حتى شي حاجة، بل زهيرة اللي دارت السطل كيعمر بالماء سخون وزهقات شويه على بلاصتها. ملي بغات ترجع ما قدراتش، وبقى داك الماء سخون كيهبط حتى داع عليها. هذه هي الحكايه وما فيها حسب روايه السيده اللي دات زهيره لوبيتال. ومنين داتها لوبيتال كانت يعني حيت الحمام حدا قريب للمنزل ديال هذيك البنيته اللي تكلفات،
ومشات ديك الساعة دقات على امها ومشات معاها امها، ومشاو بجوجهم داو زهيرة للوبيتال. و... ومهم حطوها في لوبيتال وبقاو معاها شوية، ومن بعد رجعوا، ولكن ما عارفينش الدار ديال زهيرة، وما عارفينش العائلة ديالها، وما عارفينش لانهم غيمشيو يسولوا هذا في الحمام، ويقولوا لهم راه داتها واحد السيده لوبيتال. وفعلا داتها في لاشيز غولونت، لبستها غير جلابه لان لحمها كان طايب بالحرق، وباش ما يلصقوش عليها داك الملابس ديالها. المهم، وتشكر هاد السيده اللي قامت بهذا العمل الجبار. وهو الخطأ اللي كاين هو ان مثلا زهيرة ما كانش خاصها تمشي بوحدها للحمام وتوصلها بنتها وتمشي. وملي وضعوا السؤال على العجوزة ديال زهيرة، قالت لهم اودي زهيرة كتحشم بزاف، ما كتبغي حتى واحد يمشي معاها. وفعلا كاين هذا النوع من الناس اللي كيحشموا مثلا قدام الابناء ديالهم، وقدام العكيزات ديالهم او الامهات ديالهم. وهادشي اللي كاين. المهم ان زهيرة في الاخر لقات قلوب حنينه اللي كتحتضنها، وهذا كيعني انه بقى الانسانيه في البلاد. ورجعت، وهكا رجعت الابتسامة لزهيرة، لعائلة زهيرة. فهنيئا لزهيرة، وهنيئا للمديرة الإقليمية ديال المستشفى بن رشد، وكل طاقم المستشفى اللي قدم يد المساعدة لزهيرة. واليوم الكل كيشهد بأن زهيرة بين أيادي أمينة. وكتمتع بوسائل الراحة ديالها ليلة نهار. وشكرا حتى المحسنين اللي ساعدوا زهيرة، واللي اعتنوا بها، واللي كيتصلوا بزهيرة وكيقدموا لها الدعم المعنوي والمادي. والله يشافي زهيرة باش ترجع لحالتها الطبيعية. ومن هذا المنبر كان وقفوا إجلالا وإكبارا للمديرة الإقليمية ديال المستشفى بن رشد بالدار البيضاء، على وكذلك كل الطاقم الطبي للمستشفى لما قاموا به من مساعدة وتطبيب وإعادة البسمة لزهيرة. فطوبى لهم جميعا بهذا الأجر الكبير عند الله، وبهذه الإنسانية التي قلما ما أصبحنا نجدها في المستشفيات. وهنيئا مرة أخرى لزهيرة. ولابد في الآخر نشيروا الواحد المسألة مهمة، وهي هذا العمل ما خصوش يتكرر مرة أخرى، وما خصش زهيرة يخليوها تمشي للحمام بوحدها. واخا كتحشم يمكن تمشي معها البنت ديالها وتجلس شوية بعيدة منها، ولكن كتراقبها من بعيد، وباش ما تكررش هاد المأساة. يلا طلبوا جميعا الشفاء للزهيرة. وما كيبقى لي إلا نودعكم إلى أمل اللقاء بكم في فرصة أخرى وفي موضوع آخر، وإلى اللقاء.